مشاهدي قناة كازا نيوز، نستضيف الأستاذ طه المدغري باحث في القانون محامي بهيئة فاس. سيدي، كيف تنظر إلى تعسف الإدارة المغربية حول يعني الوصول، يعني لما تنحطوا واحد الملف تترفض أو ترفض يعني هذا الموظف باش يعطي لاكيزي لا ريسيبسيون لهذا الوثائق؟ رفض الموظف بالادارات بتسليم هذا الوصل يخالف تماما مقتضيات القانون 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر الاداريه، حيث الزم الادارات العموميه فور تقديم المرتفق لطلب ان يسلم وصل، وارفق ذلك بضروره الفوريه. هذا الوصل يجب ان يتوفر على هذا الوفر، يا اما ان يكون يتوفر على مصطلحين: وصل مودع، يعني ان الطلب قد استوفى جميع الشروط المتطلبه قانونا لقبول الطلب، او وصل في اطار الايداع، يعني ان الملف تنقصه بعض الوثائق التي تدون في الوصل على سبيل الحصر، تدون في الوصل وتتعطى أجل المرتفق 30 يوم للإدلاء بالوثائق اللازمة من أجل أن يكون الملف ديالو نهائي. أستاذ طه المدغري، تكلمت كثيرا على الوصول، وأن أي مواطن عنده الحق في بعض يعني المواقع أنه يأخذ الوصل الفور. وننظر إلى مثلا قانون 29/11 اللي هو قانون الأحزاب لوزارة الداخلية، أنها تخصها لما تحطيها الملف تعطيك الوصل يعني فورا. تلقى هذه التعسفات ديال الموظفين، وتنعرفوا قانون الأحزاب اللي تعاقب كل موظف. كيفاش الربطوا العمليه ديال هذا المواطن باش يوصل لهذا الحق ديالو؟ لان لما نجد تبان مسدوده، كيف الطريقه، ما هي السبيل لهذا المواطن المغربي باش يعرف يسلك المساطر باش يقدر ينتزع الحق ديالو؟ تفضل. هو القانون 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر الاداريه من ضمن نطاق تطبيق هذا القانون على جميع المقتضيات الإدارية، على جميع المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، المؤسسات العمومية، الأشخاص الاعتباريين. وبالتالي فإن في حالة رفض الإدارة بالإدلاء بإعطاء الوصل للمرتفق، يمكن له أنه يثبت ذلك بأنه يستدعي مفوض قضائي ويحرر له محضر أنه تقدم بواحد الطلب والإدارة رفضت أن تسلم الوصل اللي منصوص عليه في قانون 55/19، ويلجأ للقضاء، واللي غادي بدون شك أنه غادي نصفوا تطبيقا لمقتضيات هذا القانون. ولكن نرى حتى هذا المفوض القضائي أنه تترفض هو بذاته في بعض الإدارات، ومنها مثلا عمالة الرباط. مثلا عمالة الرباط من أجل تكوين جمعية ديال المجتمع المدني تيرفضوا بتاتا بأي وثيقة، ياخذ من عندك الوثائق ولكن تقول لك هذا الشيء اللي معمول به. وحتى المفوض القضائي تمشي لشي مفوض تقول لك شوف الله يخليك هذوك الناس راه ما عندي ما ندير معاهم. واش هاد الناس اكثر من القانون؟ ما هي يعني نحن في سبل يعني اللي تبسيط المساطر؟ كيفاش يقدر هذا السيد اللي ما بغاش تعطيه الوصل للعماله او اي جهه من الجهات، كيفاش يحصل على الوصل؟ تنظن اننا في دوله الحق القانون، والقانون يعلو على الجميع، انه تطبيقا للقانون ان المرتفق يلجا للقضاء، يطلب طلب استصدار امر، يفتح ملف تنفيذي، يعين مفوض قضائي. هذاك المفوض القضائي هو ملزم انه يتنقل معاه للاداره، وغادي يمارس الاختصاص ديال المفوض القضائي بموجب امر، ولا يوجد اي احد لاي اداره يفوق القانون، كل تلتزم بالمقتضيات القانونيه. أستاذ، في حالة تنفيذية في مدينة الدار البيضاء أن العون القضائي تجيب واحد الملف معين للعين السبع، لكن صاحب الشركة تيرفض وتيقول بأن مقر ديال السيكيوريتي هو الشركة وتيرفض. في هذه الحالة كيفاش هذا هو هذا السيد مشهد ويعني ربح الملف 270 مليون، والآن لما تجي معاه القوة العمومية تيقول لهم الشركه هي هذا البيت ديال السيكيورتي هو القريطه؟ كيفاش نقول يعني الولايه الدار البيضاء، كيفاش هذا السيد اللي فنى الحياه ديالو كيفاش يوصل يعني
للتنفيذ على هذه الشركه؟ هو غادي يحرر المفوض القضائي محضر امتناع، وبناء على ذيك المحضر الامتناع غادي يلجأ للقضاء، وهناك عدة سبل قانونية اللي غادي تجبر ديك الإدارة بأنها غادي تنفذ الحكم القضائي في إطار القانون. باسمك قناة كازا نيوز نشكر الأستاذ طه المدغري باحث في القانون ومحامي بهيئة. شكرا لك سيدي. نشكرك.